انت بتقوله ده يا حماية؟ انت عايز تعمل ايه؟ انا انا مرات ابنك، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده ولا اللي انت بتطلبه مني. قال لي جري يا بت، هو هو مش ابني بنفسه اللي قالك ابويا مكاني في كل حاجة طول ما انا مش موجود. قلت له ايوه صحيح قال لي كده، لكن ما كانش يقصد اللي انت بتطلبه ده. انا ما اقدرش ابدا اعمل حاجة زي كده. قال لي ده سفر ابني هيطول وانتي صغيرة وحلوة، هو اكيد لسه الموضوع في اوله، وانا عارف لما الواحدة تكون عروسة جديدة الموضوع معاها بيبقى ما يتوسعش وبتبقى قلت له ايه ده، انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ قال لي الله، انت يا بنت بتستقلي بيا ولا ايه؟ ده انا اعرف كل حاجة. قلت له طب عايز ايه؟ قال لي عايزك تفتحي كده مخك معايا وتشوفي انا عايز ايه وطلباتي ورضايا من رضا جوزك. طول ما انا راضي عنك جوزك اكيد هيبقى راضي عنك. قلت له طب سيبني افكر. قال لي تفكري في ايه يا مخبولة انت مش عارفة اللي انا بطلبه منك ده يعني يعني قلت له ما يعنيش، انا قلت لك سيبني افكر وبعديها ارد عليه. ما كنتش عارفة ارد اقول له ايه، وبعدين فضل يبصلي كده شوية وقال لي براحتك يا مرات ابني، بس ما تنسيش ان لما يكلمني بالليل هقوله ان انت مش شايفة راحتي كويس ولا بتخدميني زي ما هو طلب منك، وانت حرة بقى شوفي ساعتها هيعمل ايه عشان خاطر ابوه وراحة ابوه. قلت له لا لا لا، خلاص يا حماية، ما تقولوش حاجة، هو اديني ساعتين زمن اخد ودي كده مع نفسي وساعتها هكلمك على طول في التليفون. قال لي وماله، لو كان على ساعتين 3 مبلوعة ومقدور عليها. ماشي يا مرات ابني، وسابني ونزل. وانا قعدت افكر اعمل ايه في اللي بيطلبوا مني ده؟ طب انفذه ازاي ولا حتى اعمله ازاي؟ وساعتها افتكرت لما قعدت مع نفسي ورجعت بالزمن شوية لورا، مش كتير، قيمة بس 7 شهور من أول ما تقدم لي جوزي. وساعتها ساعة الخطوبة ولما كنا خلاص قربنا من الفرح كان فاضل يجي شهرين 3، لقيته بيقول لي لما أسافر تشيلي أبويا في عينيكي، أبويا عندي رقم 1، يعني تعتبريه مكاني في البيت في كل حاجة، أي حاجة محتاجاها أو ناقصاها أو أي حاجة في الدنيا لازم تقولي لأبويا، اعتبريني أنا مش موجود في الدنيا، اعتبريه يا ستي هو اللي جوزك. قلت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ بعد الشر عنك، ربنا يخليك ليا، ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ في حد يقول على نفسه كده؟ قال انا بس بفهمك ان ابويا ده الكل في الكل، وانك انتي لازم تسمعي كلامه في عدم وجودي، ومش كده وبس، ده في وجودي كمان لازم يبقى هو الكل في الكل. انت فاهمة ولا لأ؟ ساعتها ما قلت لأمي وقلت لها ده شكل يما ما بيعملش حاجة من غير شورة أبوه، وأنا ما بحبش الراجل اللي كده. قالت لي يا بنتي يبقى شورة راجل أحسن ما يكون شورة ست، ولا يطلع لك حما ولا اخت جوز تمرر عيشتك. وماله يا بنتي، اسمعي كلام حماكي، ده برضو يا بنتي في مقام أبوكي. سمعت كلام أمي وعدت فترة الخطوبة واتجوزت. من ساعة ما اتجوزت وهو من تاني يوم، من يوم الصباحية، ولقيت جرس الباب بيرن وجوزي قام يفتح الباب، وفجأة دخل حماية وقال أنا مردتش أفتح بالمفتاح اللي معايا، قلت لك كانوا نايمين كده ولا كده؟ قال له يابا انت تيجي في أي وقت وتعمل اللي انت عايزه، ده بيت ابنك يعني بيتك. ساعتها اتضايقت من جوزي، قلت له ايه الكلام اللي انت بتقوله لابوك ده؟ المفروض ان البيت خلاص بقى فيه واحدة ست، يعني ما ينفعش يدخل ويخرج كده في اي وقت، لازم يخبط الاول.
قال لي كلام ايه يا مجنونة اللي انتي بتقوليه ده؟ انت عايزة ابويا يستأذن وهو جاي في بيت ابنه؟ قلت له اه، طالما بقى في ست في البيت، افرض انا قاعدة واخدة راحتي، يطلع ازاي بس يا حبيبي؟ انا يعني بتكلم في الاصول. قال لي الاصول ان انت زي بنته تمام، والاصول برضو ان يدخل بيت ابنه في اي وقت، مش انت اللي هتقولي له يعمل ايه وما يعملش ايه. اتخانقنا خناقة كبيرة، ووقتها ما كلمت امي وحكيت لها، قالت لي يا بنتي روحي راضي جوزك وما تزعليهوش، وزي ما قلتلك اعتبري ابوه زي ابوكي تمام. ايه المشكلة؟ اكسبيه يعني، ده ملوش في الدنيا كتير، ده راجل كبير وخلاص، رجل برا ورجل جوه زي ما بيقولوا. اسمعي كلام امك تكسبي. عملت برضه اللي امي قالت لي عليه، وراضيت جوزي وقلت له خلاص، حقك عليا ما تزعلش مني. انا يا حبيبي ما كنتش اقصد، كل الموضوع ان انا يعني مش واخده ان يبقى في حد معايا وانا واخده راحتي كده. انا قلت يعني بيتي هيبقى بيتي، وهو لو عايز حاجه ابقى انزله، وحتى لما يطلع يبقى في وجودك، مش وجودك وعدم وجودك كمان. انا يعني ما كانش قصدي يا حبيبي ان انت تزعل، ولو في حاجه لسه مزعلاك قولي، ولو عايزني انزل ارضي الحاج ابويا، ما هو برضه زي ابويا تمام، هانزل ورضيه. قال لي خلاص، بس الكلام اللي انت قلتيه ده ما يتكررش تاني، انت سامعه ولا لا؟ قلت له ايوه سامعه، ومش هكرر كده تاني ابدا، حقك عليا، سامحني يا حبيبي. وعدى الموضوع وقضينا وقت لطيف، وبسرعة خلصت الأجازة وسافر جوزي على شغله. وقبل ما يسافر فضل يوصيني على أبوه، ولقيته قبل ما ينزل بيقول لي نفس الكلام تاني، أبويا مكاني في كل حاجة، انت سامعة ولا لأ؟ قلت له حاضر، من عينيا، أبوك في عينيا يا حبيبي. وبعد ما سافر جوزي قلت يعني قعد يومين تلاتة كده منزلش، عادي يعني، وهو ما كانش بيطلع. لكن لقيت جوزي بيكلمني وبيشكيلي يعني ان انا ما بنزلوش. وقتها استغربت، قلت له ابدا، انا يعني كنت تعبانه شويه. قال لي طالما بقيتي كويسه تنزلي تراضي ابويا وتخليه يطلع عندك ويفضل قاعد عندك. قلت له حاضر، من عينيا الاتنين. ولما نزلت طلبت منه يطلع، وفعلا طلع. لكن حصل بيني وبينه الكلام اللي قلته لكم في الأول، وأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، أوافق على طلبه ده وأسيبه يعمل اللي هو عايزه، ولا أرفض وأروح أقعد عند أهلي واستحمل بقى اللي يكره، وزي ما يكره حتى لو جوزي طلقني فيها. أنا بجد محتارة، علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى تفيدوني وتقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس.